بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، اليوم عندنا شرح رياضيات الصف السادس الابتدائي الفصل الثاني الدرس الأول، صفحة 34. ترتيب العمليات على الأعداد. ترتيب العمليات على الأعداد وهي من أهم المواضيع في مسيرتك الدراسية، وراح تستمر وياك إلى أن تطلع للجامعة. هاي عندك مهمة ترتيب العمليات على الأعداد. يعني شنو ترتيب العمليات على الأعداد؟ يعني ليمت نستخدم الجمع، ليمت نستخدم الطرح، ليمت نستخدم الضرب، ليمت نستخدم القسمة. ياهو اللي يبدأ بيهن، يعني ليمت ناخذ القسمة إذا أجانا سؤال بأقواس وضرب وقسمة، أجانا سؤال بأقواس وضرب وجمع، أجانا سؤال بأقواس وضرب وطرح. يعني ليمت راح أختار وليمت أبدأ على يا خط على يا مسير. هسه راح نشرحها إن شاء الله وراح نتعلمها. عندنا يقول لك التخلص، ملاحظات مهمة. التخلص من الأقواس، أبدأ بالعمليات بين الأقواس. يعني أول شيء عندي التخلص من الأقواس. لو كان في السؤال موجب قوس موجب طرح في رقم تقسيم رقم ناقص رقم في رقم، يكون المخطط كالتالي. أول شيء أتخلص من الأقواس، أشوف شنو العملية اللي بداخله، كانت ضرب أو قسمة أو طرح أو جمع. اللي بداخل القوس ذني كلهن أتخلص منهن. النوب أنتقل شنو اللي ورا القوس. إذا ضرب أتخلص منه، لأن هي تكون الخط المسيري ضرب ومن ثم قسمة ومن ثم جمع وطرح. هسه راح أوضحها أنا عندك بالسؤال. يكون الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة يكون من اليمين إلى اليسار. عندنا حل صفحة أتأكد، أخذت لك كم تمرين أو كم تمرين راح أحلهن إلك هسه صفحة أتأكد، صفحة 36 راح أحلهن أوضح لك الشرح من عندهن. فقرة أحل نفس الحلول مال فقرة أتأكد، يعني نفس النقاط، مجرد بس ضافوهن إلك حتى زيادة بالفكر عندك. راح أحل لك من عندها تقريبا المسألة فقرة أحل، كذلك أحل لك المسألة رقم 14 وعندك المسألة رقم 7 بالأتأكد، ودن التمارين هسه راح أعطيك إياها. تمارين راح نحلهن. عندنا أول شيء عندنا 60 ناقص 52 زائد 47. هاي عملية طرح وجمع طبيعية، يعني لا أسبق ولا هم يحزنون. عندك أول شيء تبدي قلنا من اليمين إلى اليسار. يا عندنا باليمين طرح، هاي نمشي على الطرح. عندنا جمع نمشي على الجمع، ما دام عندنا هيجي. نبدي 60 ناقص 52 ايش قد يبقى من عندهن؟ يبقى من عندها 8. 60 ونقص من عندها 52. مثلا عندي 60,000 انقص من عندها 52,000 يبقى عندنا 8,000، يعني هيجي. او عندي 60 قلم انقص منها 52 قلم يبقى عندي 8 اقلام. قلنا ناخذ اشارة الاكبر ونطرح. اشارة الاكبر هو موجب، يعني عندي موجب 8 زائد 47. 8 زائد 47 نفصلها كالابتدائية، يعني الصف الثاني ابتدائي أول ابتدائي ثالث ابتدائي نجمعها. 8 زائد 7، 8 زائد 7 يعطينا الناتج 15. 5 و1 مليون. 1 زائد 4 يعطينا 5، إذا الناتج 55. طلع الناتج عندنا ايش قد؟ 55. عندنا النقطة الثانية تقول 65 ناقص 14 في 2. احنا قلنا دائما نتخلص من الأقواس، النوب الضرب، النوب القسمة، النوب الجمع والطرح. نجيب الأقواس، شنو بداخل الأقواس؟ ضرب. 14 في 2، 14 في 2 نقول 2 في 4، 2 في 4 8، 2 في 1 2. إذن ناتج هاي الناتج هو 28. 65 ناقص 28 ايش قد يطلع عندي؟ ال 65 اشارتها موجب، ناخذ اشارة الاكبر ونطرح اشارة ال 65. 65 ايش قد اشارتها موجب؟ 65 ناقص 28 ايش قد يطلع عندي الناتج؟ يطلع عندي الناتج 47. يطلع عندي الناتج 37. يطلع عندي الناتج 37.
37. 4.4 للعلم عندك النقطة 3 واجب عليك انت تحلها. نقطة 4 22 زائد 8 تقسيم 3. قلنا انت خلص من الاقواس. 22 زائد 8 30. 30 تقسيم 3 10. ما معقولة ما تعرف هاي بجدول الضرب مال الثلاثة، جدول الضرب مال 10. النقطة السادسة عندك النقطة الخامسة واجب ضرب 7 في 6 ناقص 3 في 4 ضرب عندك. النقطة السادسة تقول 49 تقسيم 8 ناقص 1. نتخلص من القوس. 8 ناقص 1 7. 49 تقسيم 7 يطلع عندنا 7. جدول الضرب مال السبعة 7 في 7 49. نقطة السابعة يقول قسم معلم تلاميذ إلى مجموعتين. في الأولى 15 تلميذ، يعني أول مجموعة خلى بها 15 طالب، وفي الثانية 16 تلميذ، المجموعة الثانية خلى بها 16 طالب يعني 16 تلميذ. وطلب من كل تلميذ في المجموعة الأولى إلى 15 طلب من عندهم أن يحل 3 تمرينات، يعني الطالب الواحد يحل 3 تمرينات. خوش. وطلب من كل تلميذ في المجموعة الثانية أن يحل 4 تمرينات، يعني 16 طالب ذولاك المجموعة الثانية يحلون 4 تمرينات. كم عدد التمرينات المطلوب حلها من قبل التلاميذ؟ النوب اجى يجمعهن. نقول عندنا المجموعة الأولى 15 طالب، كل طالب عنده 3 تمرينات. شلون أعرف المجموعة الأولى ايش قد عدد تمرينات والمجموعة الثانية؟ أقول 15 في 3 15 في 3 و16 في 4. ال 15 في 3 عندنا نضرب ضرب طبيعي 3 في 5 15. 5 و1 باليد. 3 في 1 3 و1 باليد 45. زائد المجموعة الثانية 16 في 4 4 في 6 24. 4 و2 باليد. 4 في 1 4 و2 64. جمع طبيعي. 45 زائد 64 109. إذا 109 تمرين مطيهم. نجي فقرة أحل. فقرة أحل راح أحلك من عندها النقطة 8. النقطة 8 فقرة أحل. فقرة أحل النقطة 8 ايش تقول؟ عندنا النقطة 8 21 في 2 تقسيم 7. 21 في 2 نجي أول شيء عندنا عملية الضرب تسبق عملية القسمة. 21 في 2 2 في 1 2. 2 في 2 42 يطلع الناتج عندنا، يعني 2 في 2 4. يطلع هاي الناتج 42 تقسيم 7. 42 تقسيم 7 عندنا بجدول الضرب 6 وجدول الضرب 7 يطلع 42، يعني 6 في 7 أو 7 في 6 يعطينا 42. إذا الناتج 6. نقطة 10 تقول 42 تقسيم 7 يعني الناتج 6 تونا حليناها 6 ناقص 15. نقول 6 ناقص 15 إشارة الأكبر ونطرح إشارة الأكبر هي سالب. 6 ناقص 15 يطلع عندنا الناتج سالب 9. النقطة 11 قلنا دائما الضرب يسبق القسمة، هاي ثابتة. 4 في 16 4 في 6 24. 4 و2 باليد. 4 في 1 4 و2 6. إذا 64 تقسيم 2 في 15 هي 30، يعني 2 في 5 10. 0 و1 باليد. 2 في 1 2 و1 3. 30 تقسيم طبيعي 64 تقسيم 30. تقسم والباقي تكتب ايش قد بقى عندك الباقي.
قسم 64 تقسيم 30 بيها 2. 2 في 30 بيها 60. تنزل 4 الباقي 4. إذا الناتج 2 والباقي 4. وتقدر إذا تقول ما أريد الباقي ما أكتب الباقي تكتب مثلا تقول أضيف 0 هنا وأفرز فارزة. تقدر 40 تقسيم 30 بيها 1. 1 في 30 بيها 30. يطلع الناتج 10. 10 تقسيم 30 ما يصير أضيف 0. 100 تقسيم 30 يطلع بيها الناتج 30 3. يطلع الناتج 90 وراح تستمر عندك هنا الناتج 3 تستمر. إذا تريد هذا الناتج تكتبه أو تكتب 2 والباقي 4. عندنا نقطة 13. نقطة 13 تقول 56 تقسيم 7 ناقص 4 في 19 ناقص 11. عندنا قاعدة ثابتة قلنا أول شيء نتخلص من القوس. القوس شنو يبي؟ عملية جمع طرح ضرب قسمة ما لنا علاقة نتخلص منه. 19 ناقص 11 إشارة الأكبر وأطرح. 19 ناقص 11 بيها الناتج 8 في 4. هنا عندنا ناقص 7 تقسيم 56. 4 في 8. 4 في 8 الناتج عندنا هنا عندنا قلنا احنا الضرب دائما يسبق القسمة. 4 في 8. 4 في 8 32 إشارتها سالب. قلنا القسمة هي تسبق عملية الجمع والطرح. إذن 56 تقسيم 7 هي 8 ناقص 32. يطلع عندنا إشارة الأكبر ونطرح سالب. يطلع عندنا الناتج 24 سالب 24. عندنا النقطة 14. النقطة 14. نقطة 14 النقطة 14 بمناسبة عيد ميلادها وزعت زينب 5 علب. حلو. في كل منها 12 قطعة على أخوتها الأربعة. إذ أخذت 8 قطع فكم قطعة أعطت لكل واحد؟ أول شيء شقد علب زينب؟ 5. كل 5 شقد بيها 12. إذا 5 في 12. خوش. قسمتهن علما على أخوتها الأربعة. بس من ذن 12 شقد طرحت؟ 8. خذت 8 تقسيم 4. نطلع الناتج 5 في 2. نقول 5 في 12. 5 في 12 30. تقول 30 ناقص 8 تقسيم 4. قلنا دائما عملية القسمة أبدأ من عملية الطرح. يعني 8 تقسيم 4 بيها 2 ناقص 30. إذا 30 ناقص 2 بيها الناتج يطلع 28. الناتج 28. فقرة أفكر واجب على التلميذ.